اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. كان الاستاذ وائل الصديقي يتكلم عن موضوع الحلم الامريكي. النهارده عايز اكمل الكلام في نفس الموضوع، فخليكم معنا. الحقيقه يا جماعه الحلم الامريكي اتاخد من كتاب لاحد المؤرخين اسمه جيمس تروسلو ادمز، وده كتاب ظهر في فتره الثلاثينات. الكتاب ظهر فيه تعريف الحياه الافضل او الارض التي توفر حياه افضل، better life وريتش لايف وفولر لايف. هي دي الحلم، او يعني الحياه اللي هي كامله الاشباع. يعني انت الانسان توفر للانسان حياه كامله الاشباع، حياه افضل، حياه الانسان بيكون فيها اغنى. من الكتاب ده اتاخد مفهوم الحلم الامريكي او الامريكان دريم، وبدأوا ناس كتير يفسروا ما هو الامريكان دريم. في على ابسط صوره هو موضوع امتلاك بيت وعربيه ومركب او بوت صغير، ويعني يحطه كده في العربيه بتاعته او التراك بتاعته ويجره لغايه البحيره وينزله ويصطاد ويرجع تاني، او يبقى عنده التريلا ديت او عربيه نوم كده، كرفان، يروح ينزل الغابة أو يروح وسط الغابة ويعيش السبت والحد ويرجع لحد آخر النهار. والحقيقة يعني ده مفهوم مبسط للموضوع يعني، وده اللي الناس يعني بتتناقله. هو ده الحلم الأمريكي، عايز عربية وبيت وهكذا وشغلانة حلوة وفلوس كتير وأكل حلو وهكذا يعني. لكن الحقيقة يعني الأستاذ وائل الصديقي لما اتكلم عن الموضوع هو اتكلم صح. هي دي الحياة في أمريكا فعلا، أنت لا تمتلك شيء، وبتفضل طول عمرك يعني داير كده في دايرة مفرغة لا تنتهي. واللي خلاني أتكلم في الموضوع أكتر إن أحد المعلقين قال لي على أحد الفيديوهات، يعني مش هقول اسمه ولا حاجة بس هقول الكلام فيما معناه كده. قال إن هو بقاله 40 سنة في أمريكا، هو قال أنا راجل كبير دلوقتي، يعني يمكن ستينات أو سبعينات. لو جه عنده 20 سنة قال 40 سنة في أمريكا يعني 60، أو جه 30 بقى عنده 70. بيقول إن هو دخل عشان يبحث عن جودة الحياة، وفضل طول عمره يجري ويلهث ورا البيت الكبير والعربية الحلوة. وقال إن هو في بعض الأحيان عشان يوصل الليل بالنهار ويوصل الشغل ده بده عشان يقدر يوفر مصاريف الحياة في أمريكا، هو كان بينام ساعتين ولا حاجة في العربية ويصحى تاني يركب نفس العربية اللي كان نايم فيها، أو ما يركبش بقى يعني يشغل العربية اللي كان نايم فيها ويروح الشغل عشان يقدر يصرف على البيت وعلى الحلم الأمريكي. إن هو البيت الضخم ال6 أوض، كل حاجة موجودة هنا، كل حاجة موجودة، والبولينج والعربية الفخمة وما شابه. بس بيقول في الآخر إن عمره ضاع يعني. فوجئ إن هو بقى عجوز، بقى كبير في السن، ولهثا وراء الحلم الأمريكي. وأحيانا كتير وتروح تقرا كتير رجال الدين يقول الموضوع موضوع وهم خالص، إن أنت بتيجي هنا وتفضل تجري تنشغل بالحياة وأنت في واقع الأمر لا تمتلك شيئا. يفضل البيت عليه اقساط 30 أو 33 سنة، تفضل العربية عليها اقساط 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7، أيا كان السيستم اللي أنت هتخش عليه. تعمل فول كفرج للعربية، تصرف عليه، وهكذا. ولو انت شغال عشان فبتحقق دخل اكبر شويه، مش بتستفيد باي معونات حكوميه. الله لا يقدر لو حد تعب بيدفع مبالغ ضخمه جدا، الافات يا جماعه، الافات. اي حد بيروح الامرجنسي روم بيدفع الافات. الموضوع لا يستثنى منه احد. ناس كتير في طبعا ممكن تسدد بالقسط، لكن هي لما بتزيد عن مبلغ معين بيبداوا يبقى سياستهم تتغير، عايزين مبلغ اكبر، عايزين داون بيمنت اكبر عشان يعملوا لك قسط، ويدوك مثلا لا ما قدامك بس سنه واحده تقسط فيها، وتبدا كده مهاترات. فالموضوع عامل زي ما يكون واحد او طور متغمي، عينيه متغميه وعمال يجري يلف في ساقيه، وهو مش عارف امتى هيوقفوه، عمال يجري وخلاص لغايه ما بيفاجئ ان عمره فعلا انتهى. لان رتم الحياه هنا سريع جدا. بالصدفة البحتة قابلت واحد امبارح سويدي اسكندنافيان، عارفين دي أرقى دول العالم يعني، كل الناس عارفة. ف بيقول لي أنا لو أنا رحت بلدي تاني مش هرجع أمريكا. قال هنا عمال أجري 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 أجري، أنا لا أستمتع بشيء.
احنا في السويد حياتنا افضل بكتير، لكن بنجري ورا الحلم، بنيجي هنا والحياة بتاخدنا ومش بنقدر نتوقف، مش بنقدر نستمتع، كل حاجة very fast. حتى الأكل، حتى لما بيتعزموا، حتى لما يخرجوا بره بياكلوا بسرعة. لو البنت اللي بتقدم أو المضيفة اللي بتقدم لهم أكل ولا حاجة اتأخرت يعني بيكلموها بطريقة مش كويسة، لازم الأكل ينزل بسرعة وياكلوا بسرعة ويقوموا بسرعة. الحياة مش كده في أوروبا، ومش كده كانت عندنا حتى في الشرق الأوسط ولا في روسيا. الحياة برضو هناك فيها بيقعدوا يستمتعوا بالأكل ويتكلموا مع بعض وياكلوا شوية، وتلاقي الراجل يعني ريح ظهره كده ورا شوية، يعني يتكلم شوية مع اللي حواليه بتاعه يرجع يكمل أكل تاني. دي طريقتهم إنه بيستمتع بالحياة. لكن هنا very fast, life here is so fast، وده بيؤدي إن حياتك بتضيع، بتفاجأ إنها خلصت يعني الحقيقة. بس هل الحياة في أمريكا قاتمة اللون بهذا الشكل؟ ده جزء الحقيقة من الحقيقة، لكن في جزء تاني لازم نفكر فيه عشان نكون منصفين. في جانب يا جماعة الثقافي، والجانب البحثي والعلمي والحرية والإيكويتي، أو يعني الحياة اللي هي بتوفر مساواة بين الجميع، وإن كانت ليست 100% أوكي، لكن موجودة، مش 100%. طبعا في تمييز، اللي يقول ما فيش تمييز يبقى غلطان وما بيقولش الحقيقة. في تمييز، لكن ما زالت برضو الحياة هنا في أمريكا مختلفة عن أي حتة تانية في الدنيا. لو أنت قارنت بين الحياة هنا وبين الشرق الأوسط أو بلدك، كفى أنك تقول الحلم الأمريكي بالنسبة لأي شاب أو بالنسبة لأي أسرة صغيرة هي التعليم لأولاده. يا جماعة يعني العبء، وكل الناس اللي عندهم ناس في الثانوية العامة عارفين أنا بقول إيه ومدى المعاناة، لأن طريقة التعليم هنا مختلفة تماما عن طريقة التعليم في أي دولة عربية. تدليل الأطفال وإحاطتهم بكل سبل الرفاهية والرعاية خلتهم بيعيشوا هم الحلم الأمريكي بدون الأب والأم. حتى لو أنت ما عشتوش بس عيالك عايشينه. باص بيجي لغاية الباب ببلاش، ابنك بيركب فيه، ولا يجرؤ السائق إن هو يتحرك غير لما ابنك يقعد على الكرسي عشان الولد ما يقعش. دي منتهى، أنا دي نقطة صغيرة بس دي بالنسبة لي منتهى الإنسانية. يعني لا يمكن، لا يجرؤ إن هو يطلع غير لما الولد يقعد تماما على الكرسي بتاعه. ولما سواق الأتوبيس بيقف بينزل الساين بتاعت ستوب. أول ما الساين جنب الأتوبيس بتنزل دراع كده مكتوب عليه ستوب، لو الستوب دي نزلت، ستوب ساين دي نزلت، العربيات الليفت والرايت لازم بيقفوا لغاية ما السواق بتاع الأتوبيس يرجع الساين تاني لمكانها، تبدأ العربيات تمشي. ودي منتهى الإنسانية، منتهى يعني منتهى الأمان للطفل، إن أنت آمن عليه تماما. البحث أكثر من التحفيظ، وتقديم وجبات متكاملة للطفل في المدرسة، فأنت مش حامل هم التغذية الصحيحة. رياضة على أعلى مستوى ببلاش. هي طبعا أنت بتبذل فيها مجهود، تودي ابنك وترجع ابنك، وتبذل مجهود في إنك تراعيه وتوديه وتستنى التمرين وبعدين تاخده وتروح بيه تاني البيت وهكذا، لكن موجودة. ودي أنا بالنسبة لي شيء يجب ذكره وعدم إغفاله يعني. بالنسبة لموضوع الحرية أو إن أنت كعالم تقدر تيجي أمريكا وأيا كان نوع بحثك، لو كان بيقدم إضافة للعلم هيوفروا لك المعمل ويوفروا لك النفقات أو المصاريف أو البادجت بتاعت البروجكت بتاعك ده لغاية ما تخلصه موجود. لكن في دول تانية
هيراعوا حاجات كتير جدا، وإن كان هذا المشروع يخالف تفكيرهم أو يخالف الأيديولوجية بتاعتهم هيرفضوا هذا المشروع. هنا العلم ليس له حدود، فبالنسبة لجنون أي عالم أو طموح أي عالم أمريكا هي أرض خصبة. المفكرين، أنت تستطيع أن تقول وتكتب ما يتراءى لك بدون ما حد يقول لك أنت بتعمل إيه، بدون ما تخرق القانون، لأن في طبعا ما فيش حاجة اسمها يعني إنك على سبيل المثال مثلا لا تستطيع أن تنشر مثلا الحياة الصحية بتاعت حد، أو أنت كدكتور ومفكر تكتب أنا لقيت الحالة اسمها كذا كذا وعندها كذا 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 كذا، ما تقدرش تعمل كده يعني. لكن أنا بقول حرية التفكير، حرية الإبداع، حرية النشر هي مكفولة لكل المواطنين الأمريكيين. واليوتيوبرز الموجودين في أمريكا هم خير دليل على كده. اتكلم على اليوتيوبرز الجادين اللي هم بيقدموا الحقيقة وبيقدموا الجانب السيء في أمريكا، بيقدر يقول كل اللي نفسه فيه، يقدر يتكلم عن رئيس الجمهورية بحرية، عن رئيس أمريكا بحرية تامة، ينقد ما يشاء بدون ما حد يتعرض له. فدي جنة بالنسبة للمفكرين. هذا يختلف عن الأنظمة اللي كانت موجودة زمان، إن فيلم زي مثلا شيء من الخوف يعني الرقابة تبدأ تعمل عليه مليون مشكلة عشان يتعرض، وهو بيقدم قصة تانية خالص، حتى لو كانت بتقدم رمز، لكن هو مثلا يعني بتكلم على سبيل المثال في حقبة سابقة قديمة، لكن على سبيل المثال هنا أنا ممكن أعمل فيلم بكرة أتكلم فيه عن أي حاجة، أنقد فيه، ممكن أعمل يعني فيلم كامل عن نقد أمريكا بالكامل، بحطه على اليوتيوب محدش يقدر يتكلم. الناس اللي جم هنا وعرفوا إن أولادهم ممكن تخش أي كلية في أي حتة في الولايات المتحدة لو يعني انطبقت عليه الشروط، عايز يخش طب، هندسة، صيدلة، كما يحلو له، هيدرس بحرية تامة ويتخرج بحرية تامة طالما هو مقدم على قرض، وطالما هو عارف الدنيا يعني بتمشي ازاي، وطالما هو بعد ما يتخرج هيصرف على القرض بتاعه ويسدده. فأنت حر تدرس ما تشاء، محدش هيمنعك. فدي كلها أحلام يعني. ممكن أنا بالنسبة لي حلمي الخضرة، فأنا عايش في وسط الخضرة. أنا بالنسبة لي طبعا الحياة هنا شقة ومشاكل كتير، طبعا ما فيش أرض بلا شقاء يعني، ليست هناك أرض جنة، الجنة مش على الأرض يا جماعة. لكن بالنسبة لي أنا خضرة، وأقعد في جنينة أو أشم هوا نظيف أو أتمشى في خضرة وأسيب الأسفلت، بالنسبة لي شيء ممتع مثلا. في ناس تانية بالنسبة له إنه يعني تفكيره في يعني عايز ياكل استاكوزا وياكل جمبري جامبو وكل يوم ياكل لحمة وبتاع. كل واحد حر يعني، بس هو هيعمل ده. والناس اللي هي عايزة تخترع مثلا حاجة وتلاقي دولة أو تلاقي حتة تصرف عليه لغاية ما يخترعها، هيلاقي أعظم كاتب في الدنيا، ويلاقي حد تاني من بنجلاديش يمكن حلمه إن هو يعني ياكل أكلة حلوة. ده وده موجود، ممكن يبقى الأكلة الحلوة دي حلم بالنسبة له، ويمكن التاني اللي هيألف قصة يقول فيها اللي هو عايزه حلم بالنسبة له. وما بين الاثنين في كثير من الأحلام اللي هي ممكن تحققها يعني. عايز أقول إن الحياة في أمريكا بقرر يعني مش جنة، ولكن كل واحد يعني بيبقى له غاية أو بيبقى له فكر مختلف عن الآخرين. في ناس بتحول كل الفكر إلى فكر ماتيرياليستيك بحت، مادي بحت، وفي ناس تحول هذا الفكر أو هذا الحلم إلى أشياء معنوية تانية. يعني مش شرط تبقى عندك 100 طقم، ومش شرط تاكل أحسن أكل وتسكن في أكبر بيت، أو يعني دي ماتيرياليستيك. لكن في واحد تاني عنده فكر تاني يعني مختلف عن هذا،
في واحد تاني عايز ياخد الكاميرا ويمشي في الشوارع يصور من غير ما حد يقول له انت بتعمل ايه. في واحد تاني عنده فكر مختلف، ولما يقوله مش هيلاقي 100 واحد يتخانق معاه ويشتمه. والناس اللي هي شغالة في اليوتيوب عارفة كمية الناس اللي بتشتم لمجرد حتى عنوان، مجرد ان هو ما يدي نفسه فرصة ان هو يسمع الباقي او يتفرج على الباقي، هو مجرد بيشوف عنوان بيبدأ يشتم. وهنا الدنيا دي مختلفة. ما بقولش انه مجتمع ملايكة، بس هو هنا في حرية التعبير. وفي الشغل انا لما اتكلم لازم يسمعوا، حتى لو انا جاي من الميدل ايست، وحتى لو هم في قرارة نفسهم بيعتقدوا ان انت بما انك عندك اكسنت وجاي من الميدل ايست من التاج نيم اللي انت حاطه، لكن غصب عنه لازم يسمع. حتى لو علق بعد كده بعد ما تخلص كلامك وعلق تعليق سلبي فيما معناه انك ما بتفهمش، لانك بس عندك اكسنت وانت ممكن تكون احسن منه مليون مرة، لكن برضو عندك حرية التعبير انك تقول وتتكلم وتنقد. الشغل ممكن تنقد، انت مش انت جوه عايش معاهم في مجتمعهم وتنقد وتقول التراديشن ده مش عاجبني، انت حر. فالحياة لا تقف عند الماتيرياليستيك. انت هتعيش طول عمرك تسدد في البيت، بس ما هو انت يعني ما انت عندك ايجار. بصوا يا جماعة، لو انت واخد بيت عشان تدفع عليه مورجيج او الرهن العقاري اللي هو قسط البيت، او هتاخد شقة تعيش فيها، وعلى فرض ان انت لها يعني انت هتعيش طول عمرك تدفع هنا، ما انت هتعيش طول عمرك تدفع في الايجار برضه. يعني هي الموضوع ما اختلفش، يعني ما انت محتاج تدفع، محتاج تعيش، محتاج تسكن. وفي مصر نفس القصة، يعني انت محتاج تجيب شقة وتدفع لها كل شهر. ما اعرفش الاسعار شكلها ايه، ما اعرفش القسط بقى شكله ايه، ما اعرفش في رهن عقاري شكله ايه في مصر، بس اكيد في اقساط وبرضه هتعيش طول عمرك تسدد فيه يعني. او ما تقدرش تجيب كده فمضطر تدفع ايجار جديد، فبرضه اكيد غالي، فانت طول عمرك متعلق في شقة بتدفع. فهي حتة السكن والاكل والشرب واللبس دي ما بقتش بالنسبة للمصريين والعرب والمهاجرين مشكلة، لان هم بيمشوا امورهم باقل ما يمكن يعني. هل الحلم الامريكي ما زال كما كان؟ الحقيقة زي ما اتكلمنا عن بدايات الحلم الامريكي في الثلاثينات، فترة الاربعينات شهدت رواجا اقتصاديا رهيبا في امريكا، وبدأ الرواج والنمو الاقتصادي في امريكا يبقى يوصل مستويات عالية جدا. وكانوا بيقيسوا معيار الحلم الامريكي برضو بزيادة دخل ورفاهية الابناء عن الاباء من جيل لجيل. يعني اطفال الاربعينات هل حققوا دخل اكتر من اطفال الثلاثينات والعشرينات وهكذا؟ والخمسينات وهكذا. لكن هل النهاردة ما زال نفس المعيار؟ بمعنى هل الأولاد ما زالوا يحققون رفاهية عالية أكتر من أجدادهم في أمريكا؟ في عوامل كتير، لكن ما بقاش نفس معدل النمو، ما بقاش نفس معدل زيادة الدخل كبير عن الأهل لأسباب كتير. وأنا رأيي الشخصي أولهم هو عولمة الاقتصاد وتحويل الحياة وصبغ الحياة بالصبغة الديجيتال أو الإلكترونية. بمعنى أن زمان كانت أمريكا مسيطرة على الدنيا تماما بالصناعات الثقيلة وصناعات الأسلحة والتكنولوجيا اللي كانت عندها، فكان الاقتصاد بينمو بشكل رهيب. النهاردة بعد ظهور التنين الصيني وسيطرته على الديجيتال اندستري تماما وعولمة هذا الشكل من الاقتصاد، خلى أمريكا الحقيقة تتراجع وما يبقاش معدل نموها زي نمو دول زي الصين. لو شفنا الصين في الأربعينات ولا الثلاثينات وشفنا الصين النهاردة، لما تتفرج على الفلوجز بتاعت الصينيين وتشوف مدى التقدم وتشوف الشوارع والعربيات وتشوف المباني وتشوف التقدم الرهيب وتشوف حتى نمو دخل الفرد الصيني، هتلاقي ان الدنيا اختلفت خالص.
فما بقاش الحلم الأمريكي في أمريكا كما كان من قبل، ما بقاش. التنين الصيني جاي بقوة، وهيبقى أنا في رأيي يعني هيبقى في حاجة اسمها الحلم الصيني بعد كده، لأن هم زي ما انتم شايفين إن هم بينقوا عن الدخول في الصراعات، ولو إنهم عاشقين لروسيا وداعمين لها تماما، لكن خايفين من المشاركة الحقيقية، لأن أمريكا هددتهم إنها ممكن تقطع العلاقات التجارية معاهم وأوروبا. فهم خايفين، مصلحتهم في الاقتصاد مش مع أي حاجة تاني، مش مع أي حد تاني، فهم صاعدين بقوة. فأعتقد إن أمريكا ما بقتش زي الأول، مش هتكون زي الأول، ومعدل النمو لن يكون زي الأول، لأن هم تراجعوا في التكنولوجي. الاندستري اللي موجود في الصين مفيش اندستري زيه في الدنيا كلها. بس فده كان رأيي، يعني زي ما في جوانب مظلمة ولن تتحقق في الحلم الأمريكي، لكن هناك جوانب أخرى مضيئة في الحلم الأمريكي يجب أن تعيها وتعرفها، ولما تعيشها تكون شاكرا أنك عايشها، لأن غيرك ممكن يتفرج عليها من بعيد بس. الموضوع كبير يعني، أنا طولت قوي، لكن الموضوع ممكن نتكلم عليه كتير، واللي متابع القناة عندي هيعرف في سلبيات وفي إيجابيات. اتكلمت عن حاجات كتير مش كويسة وحاجات كتير كويسة، ولكن حتى ننصف موضوع الأمريكان دريم يعني مضطر إن أنا أعمل حلقة زي كده. ويعني اللي يبحث في القناة هيلاقي موضوعات كتيرة مرتبطة بمزايا وعيوب الحياة في أمريكا. وفي النهاية لو كنت وصلت إلى هذا الحد وأعجبك الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة، اعمل لايك، شير، سبسكرايب. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.